السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اهلا بكم في قناتكم رحاب ام عمر. يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهات شوارعنا في رمضان. وزي ما احنا قلنا شوارعنا في رمضان حاجة تانية ورك في التفاصيل. النهاردة واخدينها من منطقة بكوس، شارع السينما، سوق بكوس، شارع مصطفى كامل. منطقة شعبية حية جدا، حتى من غير يعني رمضان هتلاقوها شعبية ومكتظة، شوارع ومحلات. يلا بينا ندخل في الجولة بتاعتنا. لكن أهم حاجة عندنا في الكادر ورانا ده أكبر فانوس اتعمل في مصر، طوله 14 دور. يلا بينا نشوف الفانوس ده قد ايه ونتكلم مع الناس، وجوله حلوه جدا يعني السوق والفانوس والشوارع ورمضان. كل سنه وانتم طيبين. ومعلش انا مقلله في الفيديوهات شويه، عندي ظرف في البيت، رمضان بقى ووالدتي عندي والزحمه وانتم عارفين جو رمضان، لكن انا بحاول على قد ما اقدر انزل لكم. يلا بينا ناخد جولتنا النهارده في بكوس ومصطفى كامل واكبر فانوس في اسكندريه. يلا بينا. واول حاجه طبعا من ضمن مظاهر رمضان عندنا في اسكندريه، شايفين الفانوس ده كان ترند، وكان اكبر فانوس اتعمل في مصر عامه وفي اسكندريه خاصه. وطبعا معانا الكنافه اليدوي وشغل بقى زمان. كل سنه وانت طيب. انت مالك؟ احنا فين هنا؟ احنا في شارع السينما بكوس. شارع السينما بكوس. ايوه. بكوس زحمه قوي يا حاج. ايوه، ما عشان داخلين على العيد بقى كله بيشتري. انت طيب. انت بتعمل الكنافه اليدوي بتاعت زمان. ايوه. اعمل لنا واحده كده. دي ورثنا من اب لاب. وراثه؟ ها؟ وراثه طبعا. انا وارثها من والدي ووالدي وارثها من والده، فدي شغلتنا. ربنا يحسن ما بين ايديك. بتسيبها 5 دقايق كده؟ حاجه زي كده. العجينه بتاعتها ايه؟ دقيق دقيق لا، دقيق وميه بس. وميه بس وحليب. طبعا اليدوي احلى من احلى. بلدي دي. طبعا. ده القديم بتاع زمان. اللي عايز يحط عليها لبن بقى بتبقى دي احلى من الآلي. بس عليها لبن يعني معظم، مش كله اللي بيحط عليها لبن. في السحور بقى بتبقى حلوه. لم كده حاج ولا لسه شويه؟ دقيقه اهي. الصينيه دي نحاس؟ لا نحاس. نحاس. لازم يكون نحاس احمر. نحاس احمر طلعها كده عشان تطلع كده. بصوا ما شاء الله. والقطايف هي اللي بتحط عليها خميره. بكام بقى عندك الكنافه؟ الكنافه ب 30 كيلو ب 30. والقطايف زيها. والقطايف زيها. انت نورت معانا الفيديو النهارده. الله يخليك. تسلم. رب كل سنه وانت طيب. شايفين الجو والدنيا بقى يعني جو شعبي. اوعى عمر يمشي. وفاكهه وخضار وكل حاجه. وده الفانوس اللي جابني من اخر الدنيا من محرم بيه. شايفين يا جماعه الفانوس بطول ارتفاع العماره ما شاء الله. انا وخالي احمد الحاج. والله ارتفاع قد ايه الفانوس ده؟ ايه؟ ارتفاع قد ايه؟ ارتفاع قد ايه؟ ارتفاع اللهم صل على النبي 14 دور. ما شاء الله 14 دور. خلي بالك بقاله كام سنه؟ بقاله 3 سنين. 3 سنين. تسلم ايديكم. شكرا. منورين. موز شوكولاته. زي ما احنا شايفين الشوارع الجانبيه، الافران وبتوع الرقاق وبتوع الكنافه، واحنا في بكوس في شارع السينما. اسكندريه مكانها بتختلف من مكان لمكان، لكن بيبقى عليها الطابع الشعبي والناس الجدعان زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال. شارع السينما شارع يعني مليان محلات لبس، قهاوي، بورصات. نمشي بقى مع بعض. الصلاة بصوا شغالة اهي، صلاة التراويح. طبعا قبل الفطار هنا زحمه جدا، عشان كده قلت انزل وبعد الفطار وقت الصلاه بتبقى الدنيا رايقه شويه. انا يا عم يعني لو جيت قبل الفطار كنت فطرت في الشارع. بصوا الشوارع الجانبيه يعني دي بقى الزينه بتاعتنا اللي بتتعلق دي بالورق الفضي، والمحلات بتحط الزينه الجديده دي بقى لنا سنين نعملها، اللي هو الشبك بالكهرباء، والفوانيس اهي هناك جوه الزقايق.
هنطلع قدام، الشارع حلو جدا قدام. محلات اللبس هنا وباسعار اقتصاديه، يعني بكوس معروفه ان اسعارها اقل من محطه الرمل من الابراهيميه. في هنا بتوع موبيليا كتير ملاحظه. تعالوا ندخل الشارع الجانبي ده كده. بصوا الفوانيس والجمال والزينه، الله. شايفين بقى يعني رمضان في مصر حاجه تانية ازاي. جميله جميله، والناس مبسوطه والناس فرحانه. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين ما شاء الله. ادوات منزليه. طبعا الجوله النهارده مش جوله اسعار، يعني عشان ايه، يعني لو حد عايز يقول سعر بيقول، لكن زي ما احنا قلنا الجوله النهارده متابعه يعني او رصد اجواء رمضان في مصر وفي اسكندريه خاصه، عشان الناس اللي بتبقى مغتربه. زي ما قلت لكم الفيديوهات دي هديه ليهم. الدنيا زحمه جدا. بكوس شرق اسكندريه، حاجه رمضان. ملابس. عيش الصايمين طبعا ده بنعملوه في رمضان، ده الرغيف بيبقى 2 جنيه. عربيه الفول هنلاقيها في كل مكان. طبعا السحور والفطار. كل سنه وانتم طيبين. الله اكرم. العصير طبعا بعد الفطار الناس لازم تشرب عصير مره واثنين وثلاثه. بصوا الجو عامل ازاي يا جماعه. تعالوا بصوا بقى هنا السوق. ده سوق بكوس اهو، شارع السوق. بصوا الاسواق بالليل تبقى في اسكندريه روعه، زي ما شفنا صورنا في المنشيه وفي الحقانيه. الموز ب 10 و8 ونص وب 12. شوفوا الدنيا هايصه ازاي ما شاء الله. دايما يا رب. اقول لكم على حاجه، انا اول مره جه هنا انا صورت يمكن مره السمك في شارع في بكوس، كان من بدايه القطر. كان اول مره اجي في بالليل وفي رمضان بالذات في بكوس. منور. منورين يا جماعه. الله يخليك. تسلم. انا وانا ماشيه لسه بقول لابني انا مش ايه الجوافه اللي طالعه اليومين دول دي اسمها جوافه صايمه. جوافه صايمه؟ هي اسمها جوافه مصري؟ نعم مصري. مصري والله. يعني احنا عارفين الجوافه بتطلع في شهر 8 وتخف شويه. هم بيعملوا حاجه كده في الشجر بيخلوه تطلع الايام دي. طعمه مثلا. نعم. تطعيم او حاجه زي كده. لا يعني بيسوموا الشجره اللي هي يخليها تطرح الايام دي. يعني نشتري جوافه من هنا. جميله عسل نحل. بلدي يعني مش تلاجة. لا دي جميله، وعلى فكره بتبقى دي بتبقى اغلى من الايام العاديه. السوق ده اسمه ايه عشان انا اول مره اجي؟ ده اسمه سوق بكوس. سوق بكوس. سوق بكوس جنب شارع مصطفى كامل. انت نورتني. وانت من متابعيني طبعا. انا من متابعين حضرتك. منور. تسلم. وروح المعديه ما تقلقش. ماشي. كان بيسالني عن المعديه وانت طيب. ان شاء الله بكره في شغل يا جماعه في المعديه. الناس اللي بتسال فراوله ب 12. سوق جميل ما شاء الله. سوق بكوس. برتقان ب5 جنيه اهو. اول مره جه هنا. صورنا لكم رمضان وصورنا لكم السوق مع بعض، الفيديو 2 في 1. واحنا فين كمان زي ما شفتوا الجوله بتاعتنا النهارده في بكوس. منطقه شعبيه جميله، منطقه حيه. انا اعتقد ان السوق ده كده على شكله، يعني بخبرتي باسواق اسكندريه، ان ده 24 ساعه ما بيقفلش. مش ممكن الناس تكون بتلم الفراشات دي او بتقفل. ما شاء الله الفيديو مش مبين جمال السوق وما شاء الله بضاعه كتير، يعني اللهم بارك. زي ما شفتوا الفيديو بتاعنا النهارده، خدنا جوله في بكوس، شارع السينما وسوق بكوس.
ومصطفى كامل. تنسوش بقى لايك وشير وفعلوا الجرس، وهنكمل مع بعض سلسله فيديوهاتنا في اسكندريه كلها، اسواق، مزادات، شوارع، بحر، طقس اسكندريه وسمك اسكندريه. شكرا جدا لكم لمتابعتكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا الله. الحمد لله منورين في كل مكان. انا بديت تسمعوا الحمد لله. انا بشرح لك